السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب راح نسجل لكم دخول هسه في ثواني. راح نسجل لكم دخول ورايكم رسالة راح تظهر. راح أشوفكم إنه ريد ماجيك بعد ما يصير تلعب بماوس الكيبورد، يعتبره طرف ثالث. كان مصرح هذه الشركة بس هسه ما أعرف شنو غيرهم. أنا جتني أمس واليوم رسالة تحذير. أمس جمدوا حساب واليوم راح جمدوا حسابي هاي المرة الثانية بعد ما سجلت الدخول. شوفوا الرسالة ظهرت لي. هاي ورا تسجيل الدخول شو مباشرة. حتى شكوى تقديم شكوى ما جاي يطلع لي. فلذلك شوفوا هذه الواجهة. أنا أخفيها. هاي الواجهة من داخل البرنامج. يعني أنا شفت أمس استخدم برنامج وجاتني قال لي صاحبي بجوز بسبب البرنامج أنت تستخدم برنامج وقطعة اللي معروفة، مو العقرب الثانية، لا قطعة معروفة يعني كنت استخدم هاي البرنامج مالتها اللي أنتم تعرفونه. قال لي صاحبي اترك البرنامج خارجي. زين هو شو اسمه الريد ماجيك مو. أنا ليش أستخدم القطعة؟ لأنه القطعة بها أزرار إضافية حلوة. فلذلك آه، فاستخدمت من داخل الايباد، يعني برنامج ايباد الخاص بالشركة. استخدمتها وهم اليوم جمدوا حسابي. يعني تفاجأت. يعني عجيب يعني عجيب عجيب يعني استخدمت داخل الايباد برنامج التحكم داخل الايباد ماوس وكيبورد وهم جمد حسابي. يعني بهالحالة ما اعرف شو اسوي. عناصر التحكم هذا البرنامج مال شو اسمه الريد ماجيك اللي نفسه داخل الريد ماجيك بصراحة انه تلعب ماوس وكيبورد. وهم رجعوا جمدوا حسابي. رجعوا جمدوا حسابي. الرسالة اللي ظهرت ببداية الفيديو هاي المرة الثانية طبعا أمس واليوم. أمس كنت أستخدم برنامج معروف القطعة. راح أخلي لكم إياها بالفيديو. أنا كنت أستخدمها. وهسه اليوم أنا هم لعبت من داخل البرنامج. كنت أتوقف خفت يروح حسابي. توقفت ولعبت من داخل الريد ماجيك. هسه تفاجأت بعد لعب ساعة ونص جمد حسابي. جمدوه. فالشغلة خطر صارت. ريد ماجيك صار ما مأمون، خاف يتبند حسابي يعتبروه طرف ثالث. المرة الثانية جمدون حسابي فكلش خايف. زين شكوى تقدم شكوى طعن ما شلون ما تعرف هسه. فلذلك يمكن نرجع للبي سي. أبيع الآيباد واشتري لي بي سي. نرجع لمشاكل البي سي ودوختهم. والله حيرة احتار يعني. بعد لعب صار لي 3 أشهر ألعب بالريد ماجيك الآيباد نوفا واعتبرون طرف ثالث. كل الخسائر وبعت البي سي. أنا رجعت حولت آيباد قلت أنا أتونس ماكو مشاكل بالأندرويد. لذلك راح نترك. يجوز نترك. شنو نصيحتكم شباب؟ اكتبوا لنا بالتعليقات. هل هذا راح يدمر حسابي إذا استمريت؟ لو استمر تجميد ما تخوف؟ اكتبوا لنا بالتعليقات.